سؤال مهم جدا يطرح نفسه: هل تستطيع أمريكا النزول والاستيلاء على الجزيرة الإيرانية؟ ده سؤال يا جماعة مهم جدا. النهاردة آخر يوم في الإنذار اللي إداه ترامب لإيران، وأنظرها إن هي تسيب مضيق هرمز وتخلي السفن تعدي، وأنظرها إن هي لو ما عملتش كده هينزل ياخد الجزيرة، يحتل الجزيرة ويضرب كل المنشآت البترولية ومنشآت الطاقة اللي عندها كلها. طيب هل ده بقى يعني في المتناول؟ هل ده هيحصل؟ لا طبعا، ما تقليش ان هو هيحصل، لان حتى لو نجحت ان هي تنزل على الجزيرة وتم انزال، ده هيخلي ايران تضربها بمنتهى السهولة وتترك عليها صواريخ وتحاصرها من كل حتة. يعني خلينا نقول كده ان ده هيحصل. والجنود الأمريكية كلها هتنزل من الطيارات وتنزل على الجزيرة. الجزيرة صغيرة جدا يا جماعة، بعدها 25 كيلو بس للسواحل الإيرانية. سهل جدا إن هي ترمي عليها قنابل، صواريخ، وترمي عليه وتبعت لها مسيرات طبعا، وتنهي الموضوع في ساعتين. في أقل من ساعتين أو ساعتين نهاية الجيش الأمريكاني اللي جاي عشان يستولى على الجزيرة. وده بالنسبة لإيران هيبقى في منتهى السهولة، ومش هيكلفها كتير كمان. يعني كل الحكاية كام صاروخ هيترمي على كام مسيرة هتنهي الموضوع، وده هيبقى فشل ذريع لأمريكا، وهيبقى يعني بالنسبة لها عار عليها، يعني إن هي يعتبر خسرت المعركة يعني. وساعتها هيبقى إيران هي اللي فازت في الحرب دي، ومضيق جبل هرمز هيفضل برضو إيران هي الإيرانيين هم المستولين عليه، وهيبقى فشلت العملية الأمريكية في تحرير مضيق هرمز. ومش بعيد كمان نفاجئ بعد كده إن إيران بترسم، بتفرض يعني رسوم على المضيق، وأي حد هيعدي لازم يدفع فلوس عشان خاطر السفينة بتاعته تعدي ببراميل البترول اللي رايحة للدول التانية. طبعا الموضوع صعب جدا، ونتمنى الأمور تهدى ويحكموا كده العقل والموضوع يخلص النهاردة وربنا ييسر الحل للجميع إن شاء الله يا جماعة.